سنة 1985 كان في فريق شغال على منصة نفط في وسط البحر كان اسمها القطاع 7، وفي يوم بتحصل مشكلة كبيرة جدا وكان لازم واحد من الفريق ينزل تحت المية. فلما نزل بالغواصة اكتشف ان الحفار اتعطل، وعلشان يصلحه كان لازم يلبس معدات الغطس ويخرج بره الغواصة. وهو رايح ناحية الحفار شاف مخلوق بحر ضخم كان بيتحرك جنبه. في اللحظة دي بنشقق على البحر وبدأت الأرض تتهز وظهرت كائنات غريبة صغيرة مضيئة، فحاولوا نمسك واحدة منهم، لكن مجرد ما مد ايده ارتفع ضغط المية وبدأت تدفع الشخص ده والغواصة للسطح. فحاولوا نمسك في الحفار ويتصل بحد يساعده، لكن الكائنات الصغيرة بدأت انها تهجم عليه والمكان كله اتحول للون الاسود. بعد مرور سنين وفي سنة 2011 الفريق الحالي في القطاع 7 كان بيواجه مشكلة مع الحفار، فطلبت هاي جون انهم يقفلوا المحابس وهي هتتحكم في الضغط، فاتصابت في كتفها عن طريق الخطأ، وبسبب تعاون الفريق قدروا انهم يسيطروا على المحابس. وهم بينزلوا الانابيب كان في واحد منهم هيتصاب في راسه، لكن قدروا يبعدوه في الوقت المناسب وقدروا انهم يصلحوا الحفار قبل ما الوضع يبقى سيء. بعد كده الفريق كان بيتناقش مع بعضه بسبب انهم لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا للنفط، وكانوا شايفين ان هاي جون خطر على المكان لانها بتاخد قرارات خطيره ومتهوره. هاي جون كانت رافضه انها تستسلم وكانت متاكده انها توصل للنفط في يوم من الايام. في نفس الوقت واحد من العمال كان بيوبخ شاب من فريق المحطه وبيخوفه لانه كان هيوقع الانابيب فوق راسه. الشاب بيخاف وبيمسك بالانبوبه، فبيطلع سائل غريب من المنصه، وفجاه بيظهر من السائل مخلوق صغير مضيء محدش من الرجاله كان عارف هو ايه. لما بنرجع لهاي جون كانت موجوده في العياده علشان الدكتور مون يفحص اصابتها، فبيجي دونج سو يضايقها وبيحاول يتغزل فيها، بس هو مش فاهم انها مش مهتمه بيه. بقى افراد الفريق بيحاولوا يمسكوا مجموعه من المخلوقات البحريه الصغيره ويحطوها في حوض السمك علشان يدرسوها. علامه الاحياء البحريه هيون قالت ان المخلوقات دي بتنتمي لنظام بيئي صناعي موجود تحت نظامنا، بس هي مش فاهمه ازاي وصلت للقطاع 7. وهي مشغوله وبتكلم مع باقي الفريق، تشي دخل حوض السمك وحاولوا نمسك مخلوق صغير، بس المخلوق بيطلع لسانه وبيضربه على وشه. بعد دقايق تشي شفته بتورم جامد. وقت ما هيون كانت راكبه المصعد بيقف تشي على الباب وبيحاول يديلها هديه علشان يعترف لها بمشاعره، بس هي بترفضه وبتجبره انه يخرج من المصعد. بعد شويه الكابتن هوانغا قال لهم انه جالهم اوامر يسيبوا المنصه علشان ما لقوش بترول والعمليه كلها اتلغت. هاي جون كانت غضبانه جدا وبتقول انهم لازم يستمروا وما يستسلموش بسهوله كده، وبعدين بتطلع من الاوضه رافضه تستسلم. دونغ سو بيروح وراها وبيحاول انه يهديها، بس هو بيخلي الامور تسوء اكتر. بعد كام ساعه طياره هليكوبتر بتنزل جونج مان في القطاع 7. هو كان شغال هنا زمان وهو صغير، ويبقى عم هاي جون. هاي جون بتستقبله بالاحضان والكل كان بيحترمه جدا علشان سمعته في مجال الشغل. بعد كده هاي جون بتبص في صوره قديمه لعيلتها واكتشفت ان والدها هو نفس الراجل اللي مات تحت الميه من سنين. جونج مان بيقرب منها علشان يهديها. هاي جون كانت عايزه تكمل البحث علشان تلاقي والدها، علشان كده جونج مان بيتكلم مع وانج وبيقول له انه هيتكلم مع مجلس الاداره علشان يوقف القرار ويشتغلوا كام شهر تاني. وانج قال له انه هيكون له فضل كبير لو لقوا بترول، بس هيتحمل اللوم لو فشلوا. في اليوم اللي بعده جونج مان قال كلمه حماسيه للفريق، الكل طبع بصمات ايديهم على الانابيب. علشان الحظ الفريق اشتغل بجد لمده 3 شهور واخيرا قدروا يلاقوا بترول. دلوقتي بعد ما خلصت المشكله الاساسيه هيفكروا يرتاحوا شويه. جونج مان كان بيحب يرمي الرصاص على الالواح علشان يتسلى ويمارس تصويبه، وفي نفس الوقت هاي جون ودونج سو كانوا بيتنافسوا بالموتوسيكلات وبيسوقوا حوالين منصه الحفر باقصى سرعه. هاي جون خدت طريق مختصر على السلالم علشان تعمل قفزه كبيره، بس لما بتقرب توصل للنهايه دونج سو بيوصل قبلها لما قفزه رهيبه بتخلي هاي جون منبهره بيه. بعد كده هاي جون وواحد من فريق العمل لبسوا معدات الغطس ونزلوا في البحر علشان يفحصوا الهيكل اللي تحت منصه الحفر. وهم بيفحصوا الانبوبه لاحظوا ان في تلف في المعدن وبداوا يصلحوه. وفوق منصه الحفر ظهر مخلوق غريب فجاه وبيضرب الحبل اللي رافع زميل هاي جون وبدا انه يسحبه لتحت. فريق العمل لاحظوا الموضوع ده وحاولوا يسحبوه لفوق، بس الحبل اتقطع والراجل مات وهو بيقع في قاع البحر. في نفس اللحظه ادوات هاي جون اتعطلت ووقعت. فريق العمل اضطر يطلعوها من البحر بالحبل التاني، وفجاه هاي جون بتلاقي نفسها متحوطه باناديل البحر وبتشوف وش صاحبتها الميته، بس بنعرف ان ده كان مجرد حلم. هاي جون بتصحى في العياده وكانت منهاره جدا من الحزن. جونج مان كان بيحاول يهديها قبل ما يبعتها للاوضه بتاعتها علشان ترتاح. هيون بتروح تزورها علشان تقول لها على حاجه مهمه جدا، بس قبل ما تقدر تتكلم حد تاني بيقاطعها وبتطلع بره. هيون خرجت وبدات تفكر شويه. تشيسون قرب منها وحاول يضايقها تاني. 2 من العمال بيشوفوهم، وبالليل في وقت متاخر هاي جون بتقعد تفكر في صاحبتها وكانت حزينه عليها، بس بتتفاجئ لما جسم هيون بيقع قدامها على الازاز. لما بنروح للعياده بنشوف مون وهو بيفحص الجثه وقدر يعرف ان هيون موتت نفسها. هاي جون كانت رافضه تصدق الموضوع ده علشان هيون ما كانتش في الحاله النفسيه دي، وبتفكر كمان ان الدكتور استعجل في التحقيق. في نفس اللحظه مون لاحظ حاجه غريبه على جسم هيون وده بيثبت ان حد وقعها من فوق. فريق العمل شك في تشيسون على طول و2 منهم راحوا يدوروا عليه. تشيسون حلف انه ما عملش حاجه، بس مفيش حد صدقه وضربوه علشان يقبضوا عليه. وفي العياده مون كان بيفحص العينه اللي شافها على جسم هيون واكتشف ان فيها حاجه غريبه. في نفس الوقت الرجاله بيجوا مع تشيسون علشان يوروه الجثه. تشيسون بدا انه يبكي، وعلشان يتاكدوا من الادله مون بيطلب منهم يجيبوا شعره من تشي علشان يعملوا له اختبار الحمض النووي. وفي نفس الوقت هاي جون افتكرت ان هيون كانت عايزه تقول لها على حاجه وحست ان في حاجه غلط، فبتروح تشوف المعمل فبتسمع صوت جاي من الدولاب، ولما بتفتحه بتتفاجئ بمخلوق بس طلع فار في الاخر. بعدين بتبص بره المعمل وبتكتشف ان الماده اللي كانت على جسم هيون بتنزل من الانابيب. وفي العياده مون كان بيعمل اختبار للحمض النووي وفجاه بيسمع صوت، فبيروح ناحيه الباب علشان يشوف لو في حد، لكن بيتضرب من ظهره وبيقع يموت في ثواني.
ثواني. لما بنرجع لهاي جون كانت بتفحص المكان بعد ما سمعت صوت حد بيهرب، فبتنصدم لما بتشوف الحبل مقطوع، وفجأة بتسمع صوت حد بيجري بسرعة، فراحت علشان تتأكد، فبتلاقي هوانغ بيبلغها بموت مون بطريقة بشعة. باقي الفريق بيتجمع علشان يتكلموا في اللي حصل ده، فاكتشفوا ان الجثتين اختفوا، فبدأوا انهم يخافوا واتهموا تشي سون بالجريمة، لكن جونج مان شكك في كلامهم. في اللحظة دي تشي سون كان مربوط وبيرتعش، وكان خايف لانه شاف ظل غريب بيقرب منه، وفجأة بيوصل الفريق وشافوا آثار للدم، وكان في مادة لزجة، فمشوا ورا الآثار لحد ما بيلاقوا تشي سون مصاب. كانوا مفكرين انه ميت، لكن لما قربوا منه بيصحى تشي وهو مذعور، وبدأ انه يصرخ وهو بيقول ان في وحش في المبنى. فجأة المبنى بدأ انه يتهز بالكامل، فاستغل تشي الفرصة وهرب. الفريق قسم نفسه لمجموعتين علشان يدوروا عليه، ولما بتنزل هاي جون ودونج الممر بينصابوا بصدمة لما بيشوفوا وحش ضخم بيمشي على السقف في آخر الممر. تشي سون كان بيحاول يهرب، لكن الوحش قدر انه يوصل له وقتله على طول. بعد لحظات هاي جون ودونج وصلوا لغرفة المولدات، وانصدموا لما بيشوفوا منظر مخيف. الوحش كان حاول المكان لعش، المادة اللزجة غطت المكان كله، وجثث افراد الفريق كانت موجودة في كل مكان، وده سبب في قطع الكهرباء في المكان كله. بعد كده الفريق اتجمع في غرفة الاتصالات، وهاي جون كشفت عن الوحش، فحاولوا انهم يطلبوا المساعدة، لكن مفيش فايدة لان الاتصالات اتعطلت، مفيش قدامهم غير مقاومة الوحش. جونج مان مسك سلاحه وقرر انه يتصدى للوحش، فانضم ليه هاي ودونج وهوانج، وبداوا يتحركوا في الممرات. المكان كان ضلمة جدا، وبدل ما يلاقوا الوحش بيلاقوا 2 من افراد الفريق. الصوت كان عالي جدا لدرجة انه جذب انتباه الوحش اللي بيظهر فجأة ورا العمال. هاي جون وجونج مان حاولوا يضربوا النار عليه، لكن ما عرفوش يحددوا مكان الوحش. جونج مان امر واحد من الاثنين ان هم يعملوا الصوت، لكن العامل فهم غلط وبدا انه يسقف. الوحش طلع لسانه ومسك واحد منهم وبدا انه يضربه في الجدار ورماه بعيد. هاي جون وجونج مان بياخدوا الفرصه وبيقربوا علشان يضربوا الوحش اللي سمح لاعضاء الفريق يهربوا. الوحش وقع على الارض لثواني، بس طلع انه محتاج دقيقه واحده بس علشان يتعافى من جروح الرصاص. هو دلوقتي جاهز علشان يهاجم تاني. بعدين جونج مان بيطلع ولاعه ويولع النار قبل ما يرميها على الوحش اللي النار مسكت فيه على طول. الوحش كان غضبان جدا، فبدا مطارده الفريق اللي بيهرب وبيحاول يقفلوا الباب وراهم، بس الوحش كسره بسهوله. بعد كده الفريق دخل المصعد، والوحش صدم الباب فما قدرش يكسره، لكن لقى الشباك وكسره علشان يقدر يدخل لسانه. الفريق تفادى كل الهجوم، ولما هاي جون جات لها الفرصه قطعت لسانه بالفاس. بعد كده الفريق راح للمعمل وعالجوا جروحهم. الكابتن وانج كان شاكك في جونج مان، وقال انه قرر يرجع للمنصه دي، وانه عارف انه لازم يستخدم النار ضد المخلوق. جونج مان اتعصب جدا ورد عليه لما بيكسر واحد من صناديق حوض السمك، واخد واحد من المخلوقات الصغيره علشان يولع فيه، وقال انه هيخلي النار مولعه لمده 24 ساعه. بعدين قال القصه كلها. لما ابو هاي جون لقى المخلوقات دي من سنين، الفريق العلمي لاحظ على طول ان السائل اللزج اللي بتنتجه الحيوانات دي ممكن يستخدموه زي الزيت، لكن كان في اختلاف لانهم هيحرقوا كائنات حيه. الفريق بدا يربي المخلوقات دي ويجربها، وفي النهايه واحده منها كبرت وبقت الوحش العملاق اللي قابلوه. هيونو اكتشفت الحقيقه وهي بتعمل بحثها، ولما هددت انها تقول للناس قتلها جونج مان. هاي جون كانت حزينه جدا ومش عارفه تتقبل خيانه عمها، بس جونج مان بيقول لها انه رجع علشان يدفع ثمن الاخطاء اللي عملها. فجاه بداوا يسمعوا اصوات وظهر الوحش عند الشباك اللي اتكسر بسرعه ودخل الوحش يهاجم. الفريق بدا يهرب وجونج مان اتمسك، بس هو طلب من هاي جون تسيبه وتهرب. وقت ما كان الوحش بيضرب جونج مان قدر انه يمسك بازازه فيها ماده بتحرق ورماها على الوحش اللي اتألم فورا، ورمى جونج مان قبل ما يهرب من المكان. الفريق راح يدور على اسلحتهم، وهاي جون راحت لغرفه المولدات علشان ترجع الكهرباء. دونج سو راح معاها وكان مصدوم من شجاعه هاي جون اللي مش خايفه تمسك الماده اللزجه وتسحب الرافعه علشان ترجع الكهرباء. في الوقت ده هوانج والشابين راحوا للممر وكانوا مصدومين لما لقوا الوحش تحت رجليهم. حاولوا يمنعوه انه يطلع، بس الوحش كان قوي جدا وقدروا انه يكسر الحاجز علشان يهاجم. الرجاله حاولوا يضربوا عليه بالرصاص بس ما نفعش، والوحش بدا يطاردهم. وقت ما كانوا بيجروا واحد من الشباب وقع وصديقه رجع علشان يساعده، بس هوانج استمر في الجري ودخل غرفه تانية وقفل على نفسه الباب وما اهتمش بصراخهم. الاثنين حاولوا يتمسكوا ببعض، بس الوحش استخدم لسانه علشان يفصلهم عن بعض وقتلهم واحد ورا التاني بدون رحمه. لما هاي جون ودونج رجعوا كانوا مصدومين لانهم ما لقوش حد حواليهم، وطلع ان هوانج استولى على الغواصه لوحده وحاول يهرب بالغطس تحت الميه. هوانج كان فاكر انه يقدر يهرب من المكان، لكن جثه واحد من افراد فريقه صدمت الشباك، والوحش ظهر فجاه فوق الغواصه وكسر كل الازاز، والميه دخلت الغواصه وهوانج غرق. وعلى المنصه جونج مان بدا يظبط التدمير الذاتي للمبنى. هاي جون ودونج سو كانوا عايزين يوقفوا التفجير، لكن القائد هو بس اللي يقدر يوقف التدمير. في اللحظه دي الوحش رجع تاني وجونج مان قابله بالنار. الوحش كان لسه عايش والنار حرقت جزء صغير منه. بعد كده بدا يحارب الوحش بالانبوبه، وبعد ما اتبادلوا شويه ضربات طعن الوحش وقدر يستخدم النار تاني ويولع فيه. النار بدات تحرق الوحش بسرعه كبيره جدا، لكن جونج مان اتغطى بالسائل الغريب وهو بيقاتل ومات في النار. الوحش بدا يتألم ويدور على الميه، فدونج كان لازم يبعد هاي جون عنه، بس للاسف الوحش استغل الفرصه ديت ومسك بدونج واخده معاه لما قفز في البحر مع جسم جونج مان. هاي جون كانت محطمه، فجاه سمعت حاجه وبيتضح ان دونج قدر ينقذ نفسه عن طريق انه مسك بالحبل. هاي جون جابت الموتوسيكل على طول واستخدمته في سحب الحبل. الوحش كان خرج من الميه علشان يحاول يهاجم، لكن هاي جون سحبت دونج في الوقت المناسب. فجاه الموتوسيكل وقع وهاي جون وقعت هي كمان واتصابت في كتفها، ودونج سو قدر يطلع لوحده. في الوقت ده كان فاضل دقيقه واحده للتدمير. هاي جون فرحت لما شافت دونج تاني، لكن الفرحه
الفرحه ما استمرتش لما الوحش رجع تاني. دونج بدا انه يقاوم الوحش وكان عايز يدي هاي جون فرصه علشان تهرب. الوحش ما استسلمش ورمى دونج في الهواء قبل ما يقفز وراه ويقتله بعضه سريعه. الوحش ما بقاش في الميه لكن بدا يتسلق تاني بسرعه. هاي جون ركبت الموتوسيكل بتاعها وقربت من الوحش علشان تجذب انتباهه، فاستخدمت المسدس وضربت عليه علشان تاخره. بعدين بعدت علشان تعمل قفزه كبيره علشان تروح تحت الممر الضيق. لما الوحش حاول يطاردها اتعلق في الهيكل، فهاي جون عملت مناوره سريعه تاني ورمت الموتوسيكل على الوحش اللي تسبب في انفجار كبير. للاسف الوحش اتحرق كله لكنه ما ماتش. هاي جون جريت لمنطقه الحفر واستخبت في المكسوره، فضغطت على الزر علشان تفتح الباب من بعيد. الوحش راح للغرفه الثانيه وكان مفكر ان في حد. بعدين هاي جون قفلت الباب وفكرت انها قدرت تقفله، لكن الوحش رجع تاني عن طريق السقف وبدا يطاردها من خلال الانابيب، فمسكت بمفتاح كبير وبدات تضرب الوحش. بعدين لقت شويه حبال فتعلقت فيها وطلعت. الوحش بدا يتسلق وراها. هاي جون قفزت وخلت الوحش يقع في مكان الحفر على طول. هي كمان وقعت وانصابت في رجلها، لكنها على الاقل اتفادت الانبوبه قبل ما تقع عليها في الوقت المناسب. بعد كده هاي جون جريت علشان تمسك بالريموت ووقفت ثابته علشان تجذب الوحش، وبمجرد ما قرب منها ضغطت على الزر. الحفار نزل على الوحش لكن اطرافه كانت لسه بتتحرك وقدرت تمسك برجل هاي جون اللي وقعت بسببها. هاي جون حاولت انها توصل للريموت وقدرت انها تشغل الحفار اللي بدا يخترق جسم الوحش وقتله في النهايه. بعد كده المنصه بدات في التدمير الذاتي. هاي جون ما خافتش من الانفجارات وركبت الموتوسيكل عشان تقفز من المبنى وتوصل لمنصه قريبه منها، فضربت شعله مضيئه تاني وبسرعه جت المروحيه وانقذتها. بعد كام سنه هاي جون اللي كبرت رجعت للقطاع 7 وفحصت الانابيب تحت الميه وبدات تعيط لما اكتشفت كل الرسائل المشجعه اللي كتبها فريقها القديم عليها. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.